صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. لو جينا سألنا نفسنا كده سؤال وجودي بحت كده وطلعنا على الشركات كلها اللي موجودة في الدنيا ومن ضمنها مصر، هليكوبتر فيو كده، هي أي شركة في الدنيا بتتكون من إيه؟ أيوة بس هي شركة إيه؟ أي شركة سواء بتقدم خدمة زي شركات السياحة بتاعة الحج والعمرة، شركة زي مطعم، كافيه، شركة بتنتج مكرونة، بتنتج زيت، شركة بتنتج حديد، شركة بتنتج كيميكال. أي شركة بمعنى كلمة أي شركة بتتكون من إيه؟ بتتكون من إيه ده؟ لا، أصل دي كل واحدة ليها عملياتها المختلفة وبتشتغل في نشاط مختلف. بس العلم قال لك بص بقى، بغض النظر أنت بتشتغل في إيه، فالشركة عندك هي عبارة عن توليف من 4 حاجات. عرفت تحسن إدارة وتدير كويس ال4 حاجات دول، هتاخد النتيجة بتاعتهم ال5 بالشكل اللي انت عايزه. ايوه، هما ايه ال4 حاجات دول؟ هما ايه ال4 حاجات؟ اول حاجة، اي شركة في الدنيا فيها بني ادمين بتدير، مش مهم هم بيشتغلوا ايه دلوقتي، بس متكونة من بني ادمين. اي شركة في الدنيا متكونة من حاجة اسمها بروسيس او طريقة الشغل، منهجية الشغل، بنشتغل ازاي، بنعمل الشغل ازاي. يعني ايه بنعمل الشغل ازاي؟ يعني انت في شركتك لما بتعوز تشتري مواد خام، ايه الخطوات اللي انت بتمشي عليها؟ مين اللي بيحدد احنا عايزين نشتري والكمية قد ايه؟ ومين اللي بيكلم السبلاير المورد وبيعمل نيجوشيشن؟ ومين اللي بيدفع الفلوس؟ ومين اللي بيستلم؟ ومين بيشوف الجودة مظبوطة ولا لا؟ مين اللي بيعمل الكلام دي؟ في اسمها المنهجية او البروسيس. يبقى اي شركة في الدنيا عندها بيبل وعندها بروسيس. اوكي، ايه كمان؟ عندها شويه اسيتس بتستخدمهم. اسيتس زي ايه؟ زي كل انواع الاسيتس، زي ممكن تبقى فلوس، المكاتب، التكييفات، المصنع، الاتوبيس، الارض، المخزون اللي عندي في المخزن، كل ده بيعتبروه اصول. يبقى اي شركه في الدنيا شويه بني ادمين على شويه منهجيه وطريقه شغل على شويه اصول. الرابع المهم وهي اسمها بيئه العمل او الكالتشر اللي احنا بنشتغل فيها مع بعض. بيئة العمل اللي بنشتغل بيها مع بعض بيئة محفزة ومشجعة، ولا بيئة حاطة ضغط عليا؟ بيئة بتقولي الله ينور، ولا كل شوية بتلومني على أخطائي؟ بيئة أصلا بتقولي ابتكر واطلع بأفكار جديدة، ولا بتقولي أنت إزاي تفكر؟ أنا مش عايزك تفكر، أنت فاكر نفسك مين عشان تفكر؟ فبيئة العمل في أي شركة في الدنيا الخلطة بتاعتها اللي أنت بتشوفها اللي هي نتيجة شغلهم في السوق، اللي احنا بنطلق عليها في علم الإدارة البرفورمانس بتاع الشركة، أداء الشركة هي عاملة ازاي في السوق. أي شركة الخلطة بتاعتها من 4: people، process، assets، culture. المشكلة بقى إن كل شركة كل ما هتحسن إدارة ال4 دول، كل ما هتبقى النتيجة بتاعتهم البرفورمانس هو اللي هيبقى حلو وهيبقى وحش. البرفورمانس هو نتيجة لمين؟ لل4 بتوع الخلطة السحرية. عشان كده في حياتنا بنشوف 2 شركتين منافسين، بس واحدة أدائها كبير وقوي، وواحدة فضلت زي ما هي وما اتغيرتش. واحدة أدائها بتنمو سنة عن سنة، وواحدة بترجع سنة ورا سنة. بسبب ايه؟ بسبب الخلطة السحرية. يوم ما يبقى عندك مشكلة في الخلطة بتاعتك والبرفورمانس بتاعك، السبب كان فيه مشكلة، ارجع بص على ال4 دول، مين فيهم اللي أثر على البرفورمانس؟ في علم الإدارة لما قال لك بص على ال4 دول، بس جه سأل سؤال تاني وجيه جدا، هو مين أهم واحد في ال4؟ يعني هي البيبل الأهم، ولا البروسيس الأهم، ولا الكالتشر الأهم، ولا الأسيتس؟ دايما الناس في لغة البيزنس تقول لك ياه أنا لو معايا فلوس، بس أنا مشكلتي كلها في الفلوس. أنا لو جالي تمويل، أنا لو بقى عندي مكن، بس يا لو بقى عندي عربيات، يا لو بقى عندي فريق توزيع أكبر، يا لو عندي أرض أكبر، يا لو عندي مصنع أكبر. مش الأسيتس المشكلة، ومش هي الأهم، ومش البروسيس هي الأهم، ومش الكالتشر هي الأهم. الأهم هو البيبل، لأن البيبل هم اللي بياخدوا قرارات في البروسيس، وهم اللي بيديروا البروسيس معاك. البيبل هم اللي بياخدوا معاك القرارات بتاعت الأسيتس، وهم اللي ممكن يطلعوا لك بأفكار تخليك ما تشتريش اسيتس وتزود معدل استخدامك للاسيتس اللي عندك. البيبل اللي عندك هي بتبقى جزء من الكالتشر، وهي اساس الكالتشر اللي عندك. عشان كده علم الاداره بيقول لك ان انت عندك ال4 دول، خلي بالك عينك عليهم،
طول ما يبقى في عندك مشكله في البرفورمانس ارجع شوف مين في الخلطه بتاعت الكيكه بتاعتك هو اللي فيه مشكله، وخلي بالك ان هتلف تلف تلف ودايما هتلاقي ان دايما مع بقيه المكونات ان السبب البيبل موجود فيها. عشان كده ظهر في علم الاداره من بدري ومن زمان علم كان ماشي بيتطور مع علم الاداره، وهو علم الهيومن ريسورس مانجمنت. ازاي تقدر تدير البني ادمين اللي عندك، عشان لما تديرهم وتعرف تمانج كويس ايه اللي هيحصل؟ ساعتها انا هقدر احصل على بروسيس كويسه، هعرف امانج الاسيتس بشكل كويس، هقدر فعليا اظبط الكالتشر اللي عندي، فساعتها هوصل للبرفورمانس اللي انا عايزاه. اهم حاجه خلي بالك من التركيبه بتاعتك في الشركه، ويوم ما تلاقي البرفورمانس بتاعك فيه مشكله ارجع للتركيبه. الاهم ان اهم عنصر في التركيبه هو البني ادمين، اعرف ديرهم كويس. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.